السلام عليكم. في 30/7/2025 يعني تقريبا من أقل من أسبوعين تحصل شركة لينس سيرابيوتيك على موافقة هيئة الأغذية والدواء الأمريكية على قطرة جديدة، قطرة اسمها فيز. والقطرة دي هتقلل استخدامنا لنظارات القراية اللي بنحتاجها بعد سن ال40. في الحلقة بقى دي هنعرف ايه هي الفكرة العلمية، بتشتغل ازاي، هل في أعراض جانبية ولا لأ، موعد طرحها والفرق بينها وما بين قطرة فيوتي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. ما زالت مشكلة القراءة وإن إحنا استخدامنا لنظارة القراية بعد سن ال40 مشكلة بتثير بعض الاهتمام الطبي، وتثير اهتمام الشركات عشان تقدم حاجة للمستهلكين إن هم يقللوا معاها استخدام نظارة القراية. واتكلمنا قبل كده عن قطرة فيوتي، القطرة اللي فيها مادة البايلوكاربين، والقطرة دي اللي بتحاول تقلل استخدامنا برضو لنظارة القراية. تقدروا ترجعوا للفيديو وتتفرجوا عليه. القطرة اللي معانا النهاردة اسمها قطرة فيز، والشركة اسمها لينز ثيرابيوتيك. المادة اللي مستخدمة اسمها اسيكلايدين. أنا أول مرة أسمع عن المادة دي بصراحة. المادة دي بيقولوا إن هي بتشتغل عن طريق إن هي بتضيق حدقة العين جدا، بتخليها 2 مللي أو 3 مللي، اللي احنا بنسميها بين بوينت، يعني قد خرم الإبرة بالظبط. لما الحدقة بتاعتنا بتضيق ده بيجمع الضوء على الشبكية، وبيزود الدبث اوف فوكس، يعني بيزود ان انت تشوف الحاجات القريبة كويس. دي الفكرة النظرية اللي الشركة بنت عليها الاختراع بتاعها، والاختراع خلاص خد موافقة هيئة الأغذية والدواء الأمريكية. كنا بنلاقي ناس سبحان الله بعد سن ال40 مش بيلبسوا نظارات قراية، فاكتشفنا حاجة من اتنين: يا إما ربنا بيكون خالق عندهم قصر نظر بسيط في عين من العينين فبيساعدهم على الرؤية القريبة، او بيكون حجم الحدقه بتاعهم ضيق جدا. ايوه، في ناس حجم الحدقه بتاعهم ضيق جدا، يا دوب خرم ابره. ده بيعمل حاجه اسمها انكريز ديبث اوف فوكس، يزود العمق بتاع الفوكس بتاع العين، فيخليها تقدر ان هي تشوف الحاجات القريبه. القطره بتاعتنا بقى بتعمل كده، بتضيق الحدقه جدا. طب ايه الفرق بينها وما بين القطره التانيه الفيوتي؟ الفيوتي برضو بتضيق الحدقه، بس كمان بتشتغل على العضله الهدبيه اللي هي اساسا بدات تضعف. فاشتغالها على العضله الهدبيه ده بيعمل بعض السايد افكتس، اللي هو ممكن يخلي العين تدخل في قصر نظر بسيط، فيعمل زغلله في البعيد. عشان كده احنا بنجرب القطره دي اللي هي قطره فيوتي، وبنقول للناس احنا هنجربها وهنشوف هتاثر على الرؤيه البعيده ولا لا. على عكس بقى القطره الجديده بتاعتنا، هي يا دوب سيلكتيف على الحدقه بس، ما بتاثرش على العضله الهدبيه، فما فيش تاثير في الرؤيه البعيده. كمان المده بتاعه العمل بتاعتها، الفيوتي بيقولوا من 4 ل 8 ساعات، فيز بيقولوا ان هي هتشتغل لحد 10 ساعات كامله. الديوريشن اوف اونست، او هي هتشتغل بعد قد ايه، في كلا القطرتين بتشتغل بعد 30 دقيقه. تم تجربة القطرة على 30,000 حالة، ولقوا إن في ناس كتير قوي اتحسنت بدون سايد افكتس أو أعراض جانبية. القطرة مفترض إن هي تطرح في آخر العام. وده ناخد منه حاجة، ناخد منه إن العلم مش بيقف عند المشاكل اللي موجودة، فده هيدينا أمل سواء في موضوع القراية أو في موضوعات تانية، إن هم شغالين إن هم بيحاولوا يحلوا المشاكل القائمة الموجودة اللي ملهاش حل. والحاجة التانية إن إحنا مش هنتسرع ونحكم عليها غير لما ناس تانية تاخدها. فيوتي كان ليها بعض الأعراض الجانبية، كان في حالات حست بزغللة بصداع، أو القطرة ما كانتش فعالة. برضو مش هنتسرع في الحكم على فيز. للأسف هما الاتنين مش موجودين في مصر. بيبعت لي ناس كتير يقولوا لي القطرة دي حلوة ولا لأ، ونجربها ولا لأ. أنا للأسف ما عنديش أي خبرة مع مرضى استخدموها. مستني ناس يستخدموها ويجربوها ويبعتوا لي ان شاء الله. العلم دايما مش هيقف، ودايما في امل لكل المشاكل المستعصيه. خليكم معانا عشان تعرفوا ابرز واجدد المعلومات في طب وجراحه العيون مع دكتور محمد جوده. كل المعلومات هتلاقوها هنا في القناه عندنا. شكرا جزيلا لدعمكم. مستني ان احنا نوصل ل 60,000 مشترك، وان شاء الله بعد كده نوصل ل 100,000، وبعد كده ليه لا نبقى اكبر قناه في طب العيون على اليوتيوب. شكرا جزيلا، مع السلامه.